عذاب العبود، رئيس مجلس حزب سوريا المستقبل في منبج وريثها. تحاول الأطراف المتدخلة في الأزمة السورية، طبعا هذه الأطراف التي كان لها الدور الأكبر في تعميق الأزمة السورية، إطالة أمد الأزمة السورية، أيضا انحراف الثورة السورية عن مسارها، تحاول اليوم نتيجة أزماتها الداخلية هذه الأطراف خلق أزمات جديدة في سوريا وإطالة أمد الأزمة السورية أكثر بعد 12 عام تقريبا من الأزمة السورية، من الدمار الذي نتج في معظم المدن السورية، تطبيع بين النظامين السوري والتركي. طبعا نحن كحزب سوريا المستقبل نرى بأن هكذا لقاءات تعتبر التفاف حول القرارات الدولية، خاصة قرار جنيف 2254 الذي يؤكد على أهمية تطبيق التسوية السياسية في سوريا التي تتضمن إيقاف العنف، وأيضا تشكيل حكومة انتقالية وتشكيل دستور ومن ثم أيضا انتخابات، إلى أن هذه المقاربات صراحة لا تتوافق مع هذا القرار، إنما هدفها دائما إنقاذ النظامين. طبعا اليوم النظام السوري يعيش في حالة صعبة في كافة المستويات الاقتصادية، الأمنية، هناك أيضا مظاهرات، وأيضا النظام التركي اليوم يعاني من أزمة حقيقية، خاصة موضوع الانتخابات، ملف اللاجئين السوريين، في محاولة اليوم من قبل هذين النظامين للخروج بأزماتهم، يحاولون إجراء صفقات، عقد صفقات. طبعا نرى أن هذه الصفقات لا تصب في مصلحة الشعب السوري وتؤثر سلبا على المعارضة اليوم، على مشروع حتى المعارضة تحاول أيضا هذه النظامين اليوم ضرب مشروع الإدارة الذاتية. هناك حديث عن تقاربات، عن لقاءات، عن محاربة إرهاب. طبعا نحن نعرف أن هذين النظامين دائما هناك اتهامات لمشروع الإدارة الذاتية. المشروع الوحيد اليوم الذي يبني سوريا هو مشروع الإدارة الذاتية، يحقق العدالة الديمقراطية، يضمن حقوق كافة المكونات، ويبني سوريا المستقبل بطريقة ديمقراطية، أو يؤسس لدولة سوريا الديمقراطية. لكن صراحة هذا المشروع لا يروق لأصحاب الفكر الاستبدادي، ولا يروق أيضا لأصحاب الفكر الاحتلالي. نلاحظ أن هناك تقاطعات بين النظامين السوري والتركي على هذه النقطة، لذلك نحن نرى أن هناك خطر ليس على مناطق شمال وشرق سوريا فقط، إنما الخطر الحقيقي من خلال هذه التقاربات هو على مصلحة الشعب السوري، كونه لم يقدم أي مشروع حل صراحة، أو أي مشروع سياسي يلبي طموحات السوريين، ينهي الصراع، يقاوم الاحتلال، يقاوم الإرهاب، إلا من خلال مشروع الإدارة الذاتية. مع العلم يجب أن يكون هناك لقاءات بين الحكومة السورية وبين أيضا الإدارة الذاتية. لا يجب أن يكون هناك حوار مع محتل تركي ما زال يتحكم بمصير السوريين، ما زال يهدد ويقصف البنية التحتية، ما زال يهجر السكان الآمنين، ما زال يمارس التهجير القسري والتغيير الديموغرافي في المناطق التي يحتلها. لا يجب للحكومة السورية القيام بهكذا لقاءات إلا أن تكون هناك شروط جدية، وهي الانسحاب من كامل الأراضي التي تحتلها تركيا، ومن ثم أيضا يكون بعد هذا الانسحاب لقاءات، حوارات مستمرة من جميع الأطراف المتصارعة في سوريا للوصول بسوريا إلى بر الأمان، إلى حالة من العيش المشترك، إلى حالة حتى من الاستقرار. وإلى الآن لم تقم هذه الأطراف بالحوار. تقوم اليوم مجلس سوريا الديمقراطية، طبعا نحن نؤيد هذه الفكرة، تقوم بالاجتماع واللقاءات مع عدة شخصيات وطنية، شخصيات معارضة، من أجل تشكيل كتلة وطنية تستطيع أن يكون لها دور في سوريا، تستطيع أن تقوم بحوارات، بمفاوضات حقيقية مع الحكومة السورية. هكذا يجب أن يكون الحل في سوريا، تطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي، خاصة القرار 2254. طبعا هذا خاص بالجانب الدولي، جانب مجلس الأمن، وأيضا الأطراف السورية خاصة النظام السوري. يجب أن يكون هناك دراسة أكثر لمشروع الإدارة الذاتية، وإجراء حوارات جدية مع الإدارة الذاتية للخروج بسوريا والسوريين إلى بر الأمان، كون المستفيد الوحيد من هذه الأزمة هم
جهات إرهابية، وأيضا الدولة التركية اليوم التي تحاول احتلال مزيد من الأراضي السورية لبناء مشروع العثمانية الجديدة.